الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا وفق الله الإنسان امرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده، وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها. إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها أولادها لم تخن. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه الإنسان. فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يجملها خلقها ودينها.